ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتوا تشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. اعرفكم بنفسي، انا ميرا، عندي 23 سنه، عايشه مع خالته لان بابا وماما راحوا. في يوم دخلت اسماء بنت خالتي وأنا كنت بقرأ في المصحف. معقول سليم عايز يتجوزك انتي؟ ليه؟ فيكي ايه زيادة عني؟ وأنا قفلت المصحف وقلت صدق الله العظيم. في أسماء، أنا مش فاهمة منك حاجة. سليم قاعد برا وعاوز يتجوزك انتي، معرفش ليه. بقولك ايه، هو انتي ممكن توافقي عليه؟ بقولك ايه يا أسماء، أنا مش ناقصة هزارك، هزارك رخم قوي. سليم مين ده اللي عايز يتجوزني؟ انتي عارفة انه عمره ما حبني. يا اختي اهو قاعد بره، اخرجي وشوفي بنفسك. وبعدها خرجت ولقيت خالته بتقولي كويس قوي، اهي عروستنا جت اهي. تعالي يا حبيبتي، سليم جارنا جاي يطلب ايدك، وانا قلت لازم اخد رايك الاول. في الوقت ده انا كنت فرحانه اني هسيب بيت خالته اللي شغاله فيه خدامه مش اكتر. طبعا موافقه يا خالته، اللي تشوفيه انا هعمله، تحت امرك. في الوقت ده سليم قام وقف وقال أظن ده وقت اللي أنا أروح أعرف ماما وبابا، بعد إذنكم. وبعدها مشى. جرى إيه يا ميرا؟ هو أنت موافقة تتجوزي سليم ده؟ ما أنت كنت بتقولي إن عمرك ما حبيتيه. أنا ما قلتش كده يا خالته، أنا كنت بشوف بس تصرفاته غريبة مش أكتر، إنما إن شاء الله يتغير بعد الجواز. طب يا أختي، وهنجيب فلوس جهازك منين بقى يا حبيبتي؟ لو فاكرة يعني إن ممكن أجهزك تبقي عبيطة قوي، أنا ماليش في الكلام ده خالص. انت عارفة ان شقة ماما مكتوبة باسمي، انا هبيعها يا خالتي وجهز بها نفسي، مش عايزة حاجة من حد. وبعدها دخلت وخرجت اسماء. بقى انت يا ماما مصدقة اللي حصل ده؟ بقى معقولة سليم عايز يتجوز البت دي؟ انا مش عارفة عجباه في ايه. لو كنت اعرف كده كنت رفضت من بره، بس انا كنت فاكرة ان هي هتيجي قدامي وتقول مش عايزاه. طب انت ناوية على ايه دلوقتي؟ انت عارفة انا بحب سليم قوي ولا يمكن اقدر استغنى عنه. سيب الحوار ده عليا وانا هخليه يسيبها. وفي شقة سليم الام، انت شكلك بتهزر مش كده؟ البنت دي مش من مستوانا خالص، اشمعنى دي يعني اللي عايز تتجوزها؟ الحوار انتهى يا ماما، وعلشان عارف انك ممكن ترفضي انا رحت واتكلمت معاهم. بجد والله انا مش قادرة اصدق الكلام ده. يا ماما لو بتحبيني بلاش تقولي لأ، انت عارفة اني محتاج واحدة في حياتي عشان تعقلني. على العموم انت حر واعمل اللي انت عاوزه. وجاي يوم الخطوبة كان سليم جايب لي فستان، واتصلت بيه، ممكن اعرف ايه الفستان اللي انت جايبهولي ده؟ انا لا يمكن البس الفستان ده. وبعدين الميك اب ارتست هنا بتقولي كمان اني هكون بشعري، مين قالك اني موافقة على الكلام ده؟ في ايه يا ميرا؟ ما جاتش من يوم يعني، انت عروسة ولازم تفرحي النهاردة، انت مش بتشوفي البنات بيعملوا ايه في يوم فرحهم؟ بقولك ايه يا سليم، انا ليا حياتي وعمري ما هغيرها، واللبس ده انا مش هلبسه. براحتك اعملي اللي انت عاوزاه. وبعدها طلعت فستان ماما وقلت للميك اب ارتست معلش انا عايزة اعمل الميك اب لنفسي، حاسة اني هعمل ميك اب هادي قوي، مش محتاجة مساعدة من حد. براحتك يا أستاذة أميرة، أنا كده كده هاخد فلوسي لأني ماليش ذنب إن حضرتك مش موافقة أعملك الميك اب. وبالليل كان الكل واقف. سليم، ما تروحي تشوفيها يا أسماء، هي اتأخرت كده ليه؟ بعدين الميك اب ارتست فين؟ هو أنت ما تعرفش اللي حصل؟ مش خطيبتك رفضت إن حد يعمل لها ميك اب وعايزة تعمله هي لنفسها؟ الله يستر بقى. وبعدها خرجت وكان واقف أحمد ابن عم سليم وأمه. مش قادر أصدق ايه الجمال اللي هي فيه ده، طول عمرها جميلة من غير اي حاجة. شايفة يا ماما؟ بس برضو يا حبيبي النهاردة فرحها، كان لازم تحط ميك اب جريء شوية. ليه يا امي بتقولي كده؟ مش كل حاجة المظاهر. وبعدها رحت جنب سليم. ممكن افهم ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وايه الفستان العرة اللي انت لابساه ده؟ انت ايه عاوزة تكسفيني قدام الناس؟ في ايه يا سليم؟ معقولة تتكلم معايا كده في يوم زي ده؟ المفروض انك ما تحرجنيش قدام اهلي.
وصحابي كمان موجودين. أنا لو كنت أعرف إنك هتعملي كده أنا عمري ما كنت عزمت حد. خلاص بقى يا سليم، ناس عمالة تتفرج علينا علشان واقفين، بلاش نقف ونتكلم بالشكل ده. لا يا أختي، الناس عمالة تتفرج علينا عشان شكلك، عشان أعدي الحوار ده قلت حقك عليا يا سليم، أرجوك بلاش نتخانق دلوقتي. بجد أنا غلطانة، ما كانش ينفع ألبس حاجة موضة قديمة قوي كده. وبعدها قعدنا في الكوشة، وبعد الفرح الكل مشى. بجد شكلك كان يفطس من الضحك النهاردة. ايه الفستان القديم بتاع مامتك اللي كنت لابساه ده؟ بذمتك يا شيخة ده فستان واحدة تلبسه يوم خطوبتها؟ بقولك ايه يا اسماء، انا مش ناقصة كلامك ده، انا داخلة انام يا خالته عشان ورايا شغل بكرة. معقولة خارجة بكرة؟ مش المفروض عريسك هيجي ياخدك يخرجك ولا ايه الحكاية؟ هو ما قاليش على حاجة، وانا ورايا شغل كتير مش هينفع اخد اجازة. وبعدها دخلت. هو انت يا بنتي بتقولي الكلام ده عشان تاخد بالها من نفسها؟ ده انا كنت فرحانة لما كانت بلبسها ده عشان خاطر يشوفك انتي، وانتي اللي تبقي منورة وتاكلي منها الجو. بكرة تشوفي لو ما سابهاش وجت تقدم لي بيقولي اسماء ما تعرفش حاجة. وتاني يوم رحت الشغل. سلمى، ألف مبروك يا عروسة. كده برضو أنا زعلانة منك قوي عشان خاطر ما عزمتنيش على الفرح. حقك عليا يا سلمى، بس الموضوع كبير وأنا بصراحة ملحقتش أعزم حد. هو أنتي مالك يا ميرا؟ حساكي كده اللي أنتي مش مبسوطة ليه؟ معقولة في عروسة تكون مكشرة كده؟ مش عارفة والله، بس أنا مش قادرة أتكلم في أي حاجة دلوقتي. المهم هقوم أصلي الصبح عشان نزلت من غير ما أصلي. تمام ماشي. وبعدها سبت التليفون وسلمى مسكت الموبايل بتاعي وقالت والله ما هسيبك تتهني بيه، هو بكرة تشوفي. ده أنا انصدمت لما عرفت إن سليمة عايزة تجوزك انتي. وفي بيت أحمد، عايزة حاجة يا ماما؟ أنا رايح الشغل. لا يا حبيبي، خد بالك من نفسك. المهم تناوي تعمل إيه؟ مش هتروح الشركة بقى ولا إيه؟ أنت مش خلاص دفعت كل الفلوس؟ أيوة يا أمي خلاص، أنا أعتبر خلصت كل حاجة. وبعدها فعلا جه الشركة. إيه ده، معقولة أحمد هنا؟ غريبة، إيه اللي جابك هنا؟ أنا خلاص أعتبر بقيت شريك أستاذ نادر صاحب الشركة. أنا أول مرة أعرف إنك شغالة هنا. لا أنا شغالة هنا من كام شهر بس، وبجد مبسوطة قوي إنك هتكون في الشركة هنا. أنا اللي مبسوط إني شفتك أصلا. ابتسمت ليه وقلت طب أنا هروح أشوف شغلي، مش محتاجة بقى أقولك إن دي شركتك ومطرحك لأنها بالفعل شركتك. تمام يا ميرا، ولو احتجتي أي حاجة اوعي تترددي لحظة واحدة إنك تجيلي وتقوليلي. شكرا، ربنا يخليك. ومشيت من قدام وهو فضل باصص ليا. وبعدين طلع أحمد فوق عند نادر وقال ممكن أدخل يا نادر ولا مشغول؟ أنشغل عن شريك إزاي بس؟ ده أنت تيجي تنشغل معايا على طول. ما أنت لازم تنشغل، بس خلاص إن شاء الله نقدر مع بعض نوصل الشركة لحتة كبيرة. ما عشان حماسك ده اخترتك اللي أنت تبقى الشريك بتاعي، مش سليم ابن عمك. وعلى فكرة برضه سليم كويس جدا وشاطر قوي في شغله. والله يا أحمد أنت طيب، مش عارف حاجة. المهم بقى عايزك تختار واحدة من قسم السكرتارية تبقى هي السكرتيرة بتاعتك، ولو عايز حد جديد قشطة ماشي. لا لا لا، أنا عايز ميرا تبقى هي السكرتيرة بتاعتي. ممكن؟ انت كده عرفت انها اتخطبت لسليم ابن عمك. معلش، بس ايه دخل يعني في ان عايز ميرا تبقى هي السكرتيرة بتاعتي بخطوبتها بسليم؟ عشان دي تبقى خطيبة اللي كان عايز مكانك، ومعنى انها تبقى السكرتيرة بتاعتك انها هتبقى معاها كل اسرارك في الشغل. بس انا واثق انها مستحيل تروح وتعمل حاجة من ورايا، وانها انسانة بتراعي ربنا في شغلها. طب ماشي اللي انت شايفه يا احمد. تعالى بقى شيل نص الهم بتاعي. لا يا عم، هو حد يقول على الرزق اللي بعته ربنا هم؟ الله اكبر، بركتك يا شيخ احمد. ايوه كده، خلي الشركة دي ربنا يرضى عليها بقى. ضحك احمد. فضلوا يشتغلوا. اخر اليوم في مكتب احمد دخلت عنده ميرا وقالت انا همشي يا استاذ احمد عشان استني، ايه استاذ احمد دي؟ جديدة عليا قوي دي يا بنتي. ميرا بتوتر. طب ما حضرتك المدير بتاعي دلوقتي، وما ينفعش يعني ان هو انا اشتكيت ليكي؟
لو سمحت يا ميرا قولي لي أحمد بس، وبلاش أستاذ دي بتلبش منها. ماشي يا أحمد، أنا همشي بقى، وإن شاء الله بكرة الصبح هتلاقي كل الشغل اللي حضرتك طلبته مني موجود عندك. تمام يا ميرا، ومستني تبهريني زي كل مرة. كل مرة في إيه؟ أنا لسه ما اشتغلتش معاك غير 3 ساعات بس. توتر أحمد وقال يعني قصدي زي ما لسه هتوريني شغلك. ابتسمت ليه ومشيت. ابتسمت ليه ومشيت. رجعت البيت، وأول ما دخلت لقيت سليم قاعد مع خالتي ومع أسماء اللي لما شافتني لوت بوزها. انت هنا يا سليم؟ ما قلتليش ليه يعني انك جاي؟ عادي يا ميرا، كنت حابب اعملها لك مفاجأة. دي احلى مفاجأة والله يا سليم. انت ما تعرفش انا بكون مبسوطة ازاي وانت هنا عندنا. قصدي يعني عندنا انا وماما وميرا. طب انا هقوم اعمل لك حاجة تانية تشربها يا سليم. يلا يا اسماء تعالي ساعديني يا بنتي. قامت اسماء وهي متضايقة، واول ما دخلت المطبخ مع مامتها قالت لها انت ليه خليتيني اقوم؟ انا مش عايزة اخليه يقعد معاها لوحدهم. يا بنت يا عبيطة، انا خليتك تقومي عشان نبان قدامه اللي احنا عادي مش واعين فيه. الراجل مهما كان بيحب البنت التقيلة. ما شفتش ميرا الاول كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول مش بحبه ومش بطيئه، واول ما تقدم وقفت عليها على طول. خليكي بقى تقيلة زيها كده، ما تتعلمي يا بنت. صدقي انت معاكي حق يا ماما. ماشي انا هسمع كلامك. خبارة قال سليم بسخرية. انا عايز افهم ايه اللبس اللي انت بتروحي بيه الشركة ده انت عاملة ولا سته الحاجة؟ على فكرة اللبس ده شيك قوي، وده الستايل بتاعي عشان انا محجبة. طب خلصنا من اللبس يا ست الشيخة. ليه مش بتحطي ميك اب؟ على الاقل تباني حلوة كده ومنورة زي البنات في الشارع. بس انا مش بحط ميك اب يا سليم، وانت عارف كده. ليه يعني؟ ما كل البنات اللي في الدنيا بتحط الحاجات دي، بتهتم بشكلها ومظهرها، ولا انت مش زي البنات يعني؟ بس انا مرتاحة كده يا سليم، ومش عايزة اغير طريقتي. دي حاجة تخصني لو سمحت. لو متوقعة نقولك حاضر وتمام يبقى بتحلمي. انت خطيبتي واسمك مربوط باسمي، ولازم تتغيري يا ميرا. حاضر يا سليم هحاول، بس انا مستحيل اقلع حجابي. في محجبات كتير قوي بيلبسوا حلو وشكلهم حلو، مش مقرف زيك. ايه الكلام ده؟ بقولك ايه، انا تعبت شوية ومحتاجة ادخل انام. تمام ماشي، وانا كمان ماشي يا ميرا، بس اوعي تطلعي تاني بهدوم جدتك دي، وانا هبعت ليكي شوية حاجات يا ريت تقبليهم، لان مظهرك من مظهري يا هانم. قال كده ومشى، وانا فضلت اعيط. وتاني يوم الصبح بعت لي يا سليم هدوم كتير، ولما شافتهم اسماء قالت واو ايه ده، سليم ذوقه يجنن، بس مش هيليقوا عليك على فكرة ولا على طريقة لبسك. هما فعلا حاجات مش شبه لبسي، ولا الميك اب ده هقدر اخده. انت صح يا ميرا، اوعي تغيري من نفسك. هو انت في ادبك ولا اخلاقك يا بنتي؟ انا داخله البس عشان ما اتاخرش على الشغل. ورحت الشغل كنت لابسه دريس واسع ومش حاطه ميك اب. واول ما دخلت ابتسم احمد وقال بسم الله ما شاء الله، بجد يعني يا بخت سليم بيكي، الحاجه الوحيده اللي اختارها صح في حياته. اتكسفت وقلت له شكرا يا استاذ احمد، ده من ذوقك. المهم دي كل الملفات اللي قلتلي عليها امبارح، ودلوقتي استاذ نادر عامل اجتماع لمجلس الاداره عشان يعرفهم عليك. ايوه قال لي. المهم قلتلك بلاش استاذ احمد دي، مش عايزه اكررها تاني يا ميرا. معلش، بس يا ريت يكون في تكليف بينا في الشغل عشان الموظفين. تمام اللي يريحك، ولو هتعبك يعني انا عاوز قهوه. اوكي حاضر يا استاذ احمد، بعد اذنك. مشيت من عنده، واول لما طلعت لقيت في وشي سليم. خير انت بتعملي ايه جوه؟ هكون بعمل ايه يعني في شغلي يا سليم؟ وما قلتليش ليه انك شغاله السكرتيره بتاعت احمد؟ عادي يا سليم، ما جاتش مناسبه. وبعدين انت عرفت منين حاجه زي كده؟ هكون عرفت منين؟ من معارف اللي هنا اللي حضرتك عريتيني قدامهم بمنظرك ده. فين الهدوم اللي انا جبتها لك؟ ها؟ ميرا بدموع لو سمحتي يا سليم كفايه كده، لو انا مش مناسبه ليك يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله، لكن ده شكلي اللي انا مستريحه فيه. انت بتتأمري على ايه يا بنت انتي؟ هو انت كنت تحلمي انك تتخطبي لي اصلا؟ وطلع في الوقت ده احمد وقال ايه يا سليم،
صوتك عالي كده ليه؟ وبعدين ايه اللي جابك؟ جاي لخطيبتي وكنا بنهزر، مش بزعق خالص. مش كده يا حبيبتي؟ ايوه يا استاذ احمد، احنا فعلا كنا بنهزر. اتضايق احمد وقال اوكي طيب، ده مكان شغل، لو عاوز تهزر مع خطيبتك استنى البريك، روحوا الكافيتيريا وهزروا براحتكم. لا انا ماشي اصلا، المهم مش هوصيك على خطيبتي يا ابن عمي، خلي بالك منها وحد يضايقها. احمد رد عليه، هو باصص لي وقال حاضر يا سليم، من غير ما تقول، ميرا في الحفظ أصون. ومشى سليم وانا رحت لمكتبي ودموعي نزلت. واحمد قرب مني وقال وانت ازاي تسمحي لي زعقلك كده؟ ما زعقش يا استاذ احمد، احنا كنا بنهزر وهو قال لحضرتك الكلام ده. براحتك يا ميرا، بس مادام سكتي على تصرف مش كويس منه هيسوق فيها. ومش هو بس، اي حد بيتمادى والانسان اللي قدامه مش بيعمل حدود معاه بيزود في تصرفاته السيئة. طب مفيش داعي لكلامك ده، ما حصلش حاجة، اللي انت شايفاه صح يا ميرا اعمليه، ويلا بينا عشان هتحضري معايا الاجتماع. وراحت ميرا مع اهل الاجتماع وما خدوش بالهم من سلمى اللي كانت مراقباهم من بره المكتب. وبعد شوية وفي عربية سليم كانت قاعدة جنبيه سلمى اللي قالت ها ايه رأيك في الكلام ده؟ البت دي مش سهلة، ده انا سمعتها بوداني بتشتكي له منك، وهو بقى خدها في حضنه وطبطب عليها ولا كأنه ابوها، ولا عاملة فيها مؤدبة ومحترمة. بقولك ايه، ما تيجي تمسحي الريالة اللي على وشي، مانك شايفانا عبيط قوي كده وجاية تضحكي عليا بالكلام ده. توترت سلمى وقالت انا بقولك اللي شفته سلمى، انا عارف ميرا كويس، هي مستحيل تخلي حد يلمسها ولا يقرب منها، فقوليلي اللي في نيتك كده من الاول، عشان بحبك واخدت رقمك من الفون بتاعها عشان اقرب منك، انا مش عايزاها تتجوزك وعايزاك ليا انا. سليم ابتسم بخبث وقال حلو قوي قوي الكلام ده، انا بقى هحتاج ليكي بس مش دلوقتي، دلوقتي عايز منك حاجة تانية. حاجة تانية؟ حاجة زي ايه مثلا؟ لما اروح شقتي هتعرفي انا عايز منك ايه. ايه شقتك؟ بصي يعني هو انا عايزة يعني هي كلمة، تيجي معايا واروح شقتي والدنيا هتبقى حلوة وتمام، مش هتيجي معايا يبقى تنزلي وما شوفش وشك تاني. خلاص انا موافقة، بس انت مش هتسيبني صح؟ عيب عليكي، انا عمري ما حد وثق فيا وخليت بيها ابدا، ده انا ابو الذوق والاصول. وفي البيت بعد ما رجعت من شغلي بقولك ايه، احنا الناس كلت وشنا، ليه بس بتقولي كده يا خالته؟ ايه اللي حصل بس؟ الناس عمالة تقول علينا هنخلي سليم يجهزك واللي احنا مش اغنية زيه عشان نجيب جهاز عليه القيمة. يا خالته سيبك منهم، انا بس كام يوم كده وهبيع الشقة بتاعت ماما الله يرحمها واجيب الجهاز بتاعي كله. لا يا اختي، هو انا لسه هصبر انا وبنتي؟ ده احنا اللي في وش الناس وكلامهم، وبنتي كده حالها يقف. طيب وايه المطلوب بقى يا خالتي مني دلوقتي؟ تعملي لي توكيل مدام مش فاضية، وانا هبيع الشقة، انما الشغل ده ما ينفعش معايا. حاضر يا خالته، هعملك التوكيل بكرة، بس بيخليني على علم بكل حاجة انت بتعمليها. حاضر يا حبيبتي، انا مش عايزاك تشيلي هم اي حاجة خالص، واعتبري كأن امك الله يرحمها موجودة بالظبط. ربنا يخليك يا خالته وما يحرمنيش منك ابدا. وطلعت خالته وقالت لأسماء بنتها اللي كانت قاعدة مستنياها تمام يا أسماء، بكرة هتعمل ليا التوكيل ونبيع الشقة وهاخد منها الفلوس وأقول لها أمك في العش ولا طارت. برافو عليكي يا ماما، لما نشوف بقى الست ميرا هتتجوز سليم حبيب القلب ازاي بعد ما بقت على البلاطة. تاني يوم الصبح كنت رايحة الشغل بتاعي ولقيت سليم واقف بعربيته مستنيني. سليم انت بتعمل ايه هنا في وقت زي ده؟ مستنيك يا حبيبتي، حسيت اني جيت عليك امبارح قلت اجي اصالحك. لا عادي حصل خير، بس انا متأخرة على الشغل ولازم امشي. ما انا جاية اهو عشان اوصلك، يلا بينا يا حبيبتي. ورحت ركبت معاه، هو قال لي بس يا ستي، ودي بقى مشكلتي في الشغل وما كانتش هتتحل غير لو كنت بقيت شريك نادر، بس نادر بقى اختار احمد. معلش مالكش نصيب، وربنا يوفقك في حاجة تانية عشان تحل بيها مشكلتك دي.
المشكلة دي مش هتتحل يا أميرة غير بإني أبقى شريك نادر وقبل الشهر ده ما يخلص عشان ألحق الصفقة الجديدة، وده مش هيحصل غير بمساعدتك. لا استنى، أنا مش فاهمة حاجة. هو أنت عايز مساعدتي في إيه بالظبط؟ أنا هقولك يا حبيبتي، في ورق مهم في مكتب أحمد وأنا لازم يبقى معايا عشان أقدر أثبت لنادر إن أحمد فاشل وإن أنا الأحق بالشراكة مكانه. الورق ده لو أنت جبتيه أنا. أميرة بحدة: مستحيل طبعا يا سليم، أنت إيه اللي بتقوله ده؟ أنا عايزة أقولك إن مش هنقدر نتجوز إلا لما تعملي الكلام ده. شوف أنت ناوية تعملي إيه بقى وردي عليا. وإيه علاقة جوازنا بالموضوع ده؟ طب تربط الحاجات ببعض كده ليه؟ هو أنت إيه ما عندكيش إحساس؟ إزاي أفكر في الجواز وأنا شغلي خسران؟ وبعدين هو أحمد فارق معاكي قوي كده يعني؟ الموضوع مش أحمد خالص والله، بس شغلي. وأنت فاكرة إن هتحايل عليكي ولا إيه؟ مش تحمدي ربنا أصلا فكرت فيكي؟ وأنت مش شايفة نفسك عاملة إزاي؟ بقولك إيه، امشي يا سليم، أنا مش قادرة لأي كلام خالص دلوقتي. بعد إذنك خليني أمشي، بس اعملي حسابك لو ما عملتش كده فتنسي موضوع الجواز بتاعنا ده خالص. أنا هستناكي في الكافيه الساعة 3 وتكوني جاية وجايبة الورق معاكي، يا إما تجيبي الدبلة مكان الورق. وبعدها مشى. طلعت الشركة، كنت زعلانة قوي وكان أحمد في مكتبي. مالك يا ميرا، شكلك متضايق قوي النهاردة ليه كده؟ معلش عندي ضغط بس في البيت شوية، وكنت عايزة حضرتك يعني تمضي على الورق ده. طب لو عندك أي مشكلة انت تقدري تحكيها لي وأنا هشوف معاكي حل. أبدا، بس كنت عايزة حضرتك تمضي على الورق وأنا هعمل إذن عشان لازم أروح مع خالته الشهر العقاري عشان أعمل لها توكيل. أنا مش بتدخل والله في أمور العيلة، بس ممكن أعرف انت ليه هتعملي كده؟ بصراحة أنا معيش أي فلوس عشان أقدر أجهز نفسي، وما قداميش إلا شقة ماما الله يرحمها عشان أقدر أبيعها وأتجوز. أنا كده كنت بدور على شقة عشان أفتح مكتب صغير، أنا مستعدة أشتريها منك وبالمبلغ اللي أنت عاوزاه كمان. أنا مش عارفة أقولك إيه، تحت أمرك في أي حاجة أنت عايزاها يا ميرا. وبعدها خرجت، وبعد الشغل رحت الكافيه. كنت عارف اللي أنت بتحبيني ولا يمكن تزعليني منك أبدا. جبت الورق مش كده؟ بس أنت عايز تعمل كده ليه في قريبك؟ إزاي يعني معقولة عاوز تاخد منه الشغل؟ أصل أنت ما تعرفيش يا ميرا، على طول أحمد بياخد مني كل حاجة، وجا الوقت ناخد منه كل حاجة. إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهمة بصراحة كده. أنا عرفت من أمي إن أحمد بيحبك وأديني أخدتك منه، وكمان الشركة خدتها. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ودخل أحمد. أيوة صدقي يا ميرا، فعلا هو عنده حق، بس أنت طول عمرك فاشل وتحب تاخد الحاجة على الجاهز. إيه اللي جابك هنا؟ هو أنت كمان سامع كلامنا؟ اقفلي بقى تليفونك يا ميرا، خلاص ما بقاش له لازمة. هو أنت فاكر إن ميرا ممكن تبيع ضميرها وتعمل الكلام اللي أنت قلت لها عليه ده؟ أنا متفق معاها هي تجيب لك الورق عشان أعرف نادر حقيقتك. تعالى يا نادر. معقولة أنت تعملي كده؟ أنا عمري ما بيع ضميري حتى لو هعيش بدون جواز، وأنا قلت لأحمد كل حاجة. أنا فعلا بحمد ربنا إني ما اخترتكش اللي أنت تكون شريك ليا، إنك فعلا إنسان أناني وغدار. والله لولا إنك قريبي كنت بلغت عنك. يلا بينا يا ميرا. وميرا قلعت الدبلة وسابتها له. وفي شقة خالتي دخلت، سمعت أسماء وهي بتقول: هو أنت زعلانة إن سليم سابها ليه يا ماما؟ ما أنت عارفة اللي إحنا كان نفسنا في كده عشان يجي ويخطبني أنا كنت عايزاه يسيبها، بس مش دلوقتي لما ناخد منها الشقة. أهي دلوقتي بقى بعد ما الجوازة اتفركشت مش هترضى تبيع الشقة ومش هتعمل لي التوكيل. أنا عندي سليم أهم من أي حد يا ماما، وأنا عندي الشقة بقى يا حبيبتي أهم من أي حاجة. وبعدها دخلت. معقولة أنت تعملي فيا كده يا خالته؟ كل اللي يهمك الشقة؟ إيه ده؟ هو أنت هنا؟ اسمعي بس يا بنتي، طول عمري بعتبرك أمي، عمري ما كنت مفكراكي كده، بجد أنا غلطانة يا خالته. وبعدها مشيت. ودخلت أسماء كلمت سليم. عاوزة إيه يا أسماء؟ مش خلاص اللي بينا انتهى وسبت بنت خالتك؟ بجد والله أنت صعبان عليا قوي يا سليم، مش عارفة إزاي تعمل معاك كده. بقولك إيه، أنا مش عايزة أسمع صوت حد فيكم، أنت فاهمة ولا لأ؟
قفل السكة في وشها، وراحت ميرا بيت مامتها. وبعدها بكام يوم راح أحمد وأمه. ممكن أعرف هو أنت ليه مش بتيجي الشغل؟ طب الشغل ذنبه إيه في كل اللي حصل ده؟ والله أنا نفسيتي تعبانة قوي الفترة دي، أنا خلاص مش قادرة، أنا خلاص ما عادش عندي طاقة إني أروح أعمل أي حاجة يا أستاذ أحمد. أستاذ إيه بقى؟ ده أنا جاية عشان أخطبك لأحمد، هو بيحبك وأنت بنت حلال وتستاهلي كل خير، مينفعش برضه بنت جميلة زي كده تعيش لوحدها. أنا مش قادرة أفكر في أي حاجة دلوقتي، اعتبريني أمك بقى، وبجد مش عايزاكي تكوني متنكدة. وبعدها فعلا اتجوزت أحمد وعشت معاه أسعد أيام حياتي. وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.